السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نصيبوا شوفوا هاد الكيكه كيفاش كتجي زوينه محمره وغزاله ورطبه وكتكون بنينه. خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو وتشوفوا طريقه التحضير ومقادير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم عند عالم أم سفيان. اليوم إن شاء الله نديرو واحد الكيكة وغادي نطيب في الأول كراميل. غادي ندير 5 المعالق كبار ديال السنيدة باش تصايبوا كراميل. ما تنحركوش حتى نشوفوه دابا هكا في الجناب كله، عاد نبقى نحركو. صافي ملي يذوب السكر ويتحمر دهنتو بالزيت، غادي نكبو فيه قبل ما يجمد. بسم الله. بعد غادي نقطع واحد 2 ليمونات. بسم الله. دابا ندوزو على بركه الله نصايبوا الكيكه ديالنا. من بعد ما درت الليمون في برتقال على فوق من الكراميل، غادي درت رشه الملح و3 البيضات كبار وواحد الفاني. اللي بغى يزيد الفاني يزيدها. انا غادي ندير قشره ديال البرتقال ونزيد السكر. سكر نص كاس، حيت دايرين الكراميل غندير غير نص كاس باش ما تجيناش حلوه بزاف. وغادي نزيد كاس ديال العنبه، نص كاس ديال الزيت بالقياس ديال العنبه، نص كاس. غادي ندير حساب ديال معلقه صغيره ديال الخل. نص كاس ديال الحليب، القياس ديال كاس العنبه. وعندنا كاس ديال العصير ديال البرتقال، كاس العنبات. غادي نزيد كاس ديال الدقيق، كاس ديال العنبه، هاي 2 كيسان عامرين ديال العنبه ديال الدقيق الابيض. بسم الله. غادي نحط شويه فوق من هاد البرتقال وكراميل. دابا راه وقت البرتقال هذا تبارك الله راه موجود. دخلوه الفران على 180 درجه.
بكم نضربوها شويه مع الارض 3 ضربات. هاي الكيكه ديالنا وجدات، شوفوا كتجي محمره وزوينه بزاف، نتمنى تعجبكم. نقطع تشوفوا كيفاش جات، بسم الله، كتجي هشيشه بزاف. خاصها تقلب وهي سخونه. ساهله تقطع وكلشي، حتى داك الليمون كيتعسل. بسم الله. غتسخن في هذا البرد. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.